صباح الخير على كل متابعين قناة راديو كورة، وما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة عشان توصلكم آخر الأخبار وكمان البث المباشر لأحدث المباريات. وياريت تساعدونا للوصول ل 10000 مشترك، لأننا بمجرد ما نوصل للعدد ده هيكون في مسابقات رياضية بجوائز مادية لكل المشتركين. ولو عجبكم الفيديو ياريت تدعمونا بلايك. الخبر اللي معانا دلوقتي هو تشكيل منتخب مصر أمام أوغندا. استقر كوبر المدير الفني لمنتخب مصر على تشكيل المنتخب أمام أوغندا، واستقر كوبر على انه هيلاعب اوغندا بنفس التشكيل اللي لعب بيه ماتش مالي واللي انتهى بالتعادل السلبي بدون اهداف. واستقر كوبر على عصام الحضري في مركز حراسة المرمى. بالنسبة لتشكيل منتخب مصر، عصام الحضري في حراسة المرمى، خط الدفاع احمد فتحي واحمد حجازي وعلي جبر ومحمد عبد الشافي، خط الوسط محمد النني وطارق حامد، ارتكاز قبل المهاجمين محمود تريزيجيه وعبد الله السعيد ومحمد صلاح، ومهاجم وحيد هو مروان محسن. وهتلعب مصر يوم السبت 21/1/2017 مع منتخب أوغندا في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الرابعة ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا بالجابون، والماتش هيكون الساعة 9 مساء بتوقيت مصر. وبنفكركم إن لينكات مشاهدة مباراة مصر وأوغندا هتكون موجودة في القناة قبل المباراة بساعة كاملة، عشان كده ما تنسوش الاشتراك في القناة، وشكرا لكم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك، وما تنساش كمان تعمل اشتراك علشان يوصلك كل جديد مننا. قناة راديو كورة، أخبار الرياضة كلها في إيدك.